بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلب ام رحيم، دلوقتي حبايب قلب ام رحيم انا في ورطه كبيره، مش ورطه يعني مش ورطه قوي قوي يعني. طبعا جات لي العزيزه الغاليه اخت ام حسام، فطبعا هي قاعده جوه، ويعني قعدنا شويه كده مع بعض، وانا بصراحه مستبوخه كده يعني ان هي تمشي من غير ما اعمل لها اي، يعني تتغدى معانا، هو يعتبر غدا وعشاء في نفس الوقت. فانا يعني ما كنتش لسه عملت اكل، فجيت ادور في التلاجة، بصراحه ما لقيتش يعني فراخ ولا حاجه، والفراخ طبعا غاليه. طيب هعمل ايه؟ انتوا طبعا شايفين ان هي كانت المره اللي فاتت كانت عامله لي عزومه حلوه ازاي، وكانت محتفله بيا. والمره دي طبعا ما ينفعش تبقى جايه عندي، يعني جايه تقعد معايا شويه وانا يعني اعمل معاها حاجه اقل من اللي هي كانت عاملاها. فانا بصراحه ما لقيتش حاجه اعملها لها يعني، فما لقيتش بصراحه غير صدر الفرخه ده. قررت كده يعني، فكرت وقررت، طب اعملهم ايه بقى؟ اعملهم ستريبس. طب هياخدوا زيت كتير، وما عنديش رز بسمتي، وهقعد بقى اعمل اكل كتير وكده وحوالهم، لا. طب اعمل ايه تاني؟ انا طبعا مش عايزه، يعني عايزه اعمل حاجه بسيطه كده وسهله، وفي نفس الوقت تبان ان هي حاجه فخمه وما بتبقاش غير يعني مش مكلفه. طبعا هي تسمع الكلام ده في الفيديو، بس بعدين بقى هتكون كلت ومشيت يعني. بعد ما تاكل هنا وتروح اما الفيديو ينزل هتكون كلت وخلاص وروحت، مش هتعرف انا قلت ايه الوقت يعني. فانا بصراحه كده عايزه اعمل لها اكل، فقعدت افكر. فاخيرا يعني ربنا هداني وفكرت وقررت. وطبعا انتوا عارفين ام رحيم لما تقرر بقى، دي الغاليه ام حسام وما ادراكم ام حسام يعني. فهعمل ايه؟ قلت اعملها لها شاورما. فاقنعتهم يعني ان ايه، ان احنا يعني كلنا رز كتير ومش عايزين ناكل اي حاجه فيها رز وعايزين اي حاجه سريعه كده. طبعا الفكره مش ان اي حاجه سريعه، الفكره ان انا يعني ايه، ما عنديش، والفراخ غاليه، فطب لازم اتصرف. هي طبعا قاعده جوه ومش سامعاني خالص، بس ان شاء الله يعني هتسمع الفيديو مش هتقول حاجه يعني. فقررت اعمله شاورما. طبعا انا كان عندي توميه من اخر مره كنت عامله البروستد، وهحمر كده طبق بطاطس على السريع، هعملها سريع مش من غير نقع ولا حاجه، فاعملها واسويها على طول. خليكم معايا، انا هقطع الصدور دي شرايح وهوريها لكم. حبايب قلبي انا كده هجيب التقطيع معانا اهو، وهقطع معانا صدور الفراخ. طبعا انتوا كلكم شاطرين وكويسين، بس انا بقول لكم كده يعني تاخدوا فكره، لو حد مثلا ضيف دخل عندكم واي حد دخل عندكم ومفيش يعني مفيش مجال ولا فيه ومعاكي فلوس ولا انت عندك امكانيات ان انت تعملي اي اكل. وطبعا دي مش اي حد، دي العزيزه الغاليه ام حسام، اخت الكبيره يا جماعه. وام حسام طبعا كانت عامله لي فراخ مشويه وكانت مظبطان، فما ينفعش تيجي عندي وتقول لي يعني ايه، يعني ان انا اقلل منها يعني، لا. ده انا لازم يا ام حسام، ده انت الغاليه، لازم اعمل لك احلى واجب. الفراخ شرايح كده رفيعه، وطبعا عشان تبقى ايه، تعمل معانا كتير يعني برضو. قطعها زي صوابع البطاطس كده. انا طبعا فكيتهم من الفريزر، فككتهم على السريع كده، وهطبخهم برضو على السريع. مش عارفه والله ما كان يعني بصراحه الصدرين دول كانوا منسين عندي في الفريزر، كنت شايلاهم اعملهم بانيه اهو يا ام حسام، عشان لما تشوفوا الفيديو ما استخسرتش فيكي حاجه، هكلف نفسي اهو. طبعا اي حد يدخل عندكم يا جماعه فجاه او يجي لكم مثلا من غير، يعني اختك يعني هتقولي لها ايه، تعالي لي بميعاد مسبق، لا ما ينفعش. فانت تعملي ايه بقى؟ بدل ما تكلفي نفسك وتعملي الاكل رز بقى وطبخ وحاجات من دي، لا اعملي سندوتشات وقدمها لها كده بطريقه كويسه، وفي نفس الوقت الاولاد والعيال الصغيره بيفرحوا بالحاجات دي قوي، وحاجه بتشبع، وحاجه يعني ايه، هي الفراخ غاليه عشان اعمل لي فرختين ولا 3 فرخات، لا اقول فرختين، محدش بيتعزم اصلا في الايام الصعبه دي. فرختين يعني مش اقل من 300 جنيه، غير بقى الرز البسمتي ولا الرز العادي، غير الطماطم والخضار. لا لا يا مساعد، صدرين الفرخه يعملوا معاكي احلى واجب. انا كده يا جماعه قطعتهم اهو، عصر نص الليمونه على الفراخ اهو. انا غسلاها كويس، بس برضو نص الليمونه دي هتشيل منها اي زفار، وعشان برضو تعقمها عشان مسكت ايدينا. خلاص طبعا غسله ايديا كويس اهو يا حبايبي. عصرنا عليها نص الليمونه، هسيبها بقى في جنب. عباره عن ايه،
معايا كوبايه زبادي، تمام، معايا معلقه صغيره بابريكا، معايا معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره بالبهارات بتاعتنا اللي هي فلفل على كمون على كزبره، دول 4 فصوص توم، معايا ورقه لورا، معايا حبهان اهي، فصين حبهان، وبعدين معايا معلقه صغيره ملح. خلاص، عايزه تضيفي الباكو خلطه الشاورما ضيفي، مش عايزه تضيفي خلاص مش مهم، او تحطي معلقه منه من اللي هي خلطه الشاورما. هفرم المكونات دي كلها، هعملها معايا، هدق التوم يعني ههرس التوم، عايز تحطي توم باودر حطي، بس انا هحط التوم اللي هو الفريش ده علشان يديلها يطعمها اكتر، لان انا مش هنقعها زي ما انا قلت، عشان يبقى ايه، يبقى باين كده يعني الطعم اكتر. الحاجه الفريش بتخلي الطعم بتاع الفراخ اوضح، فزي ما قلت لكم انا مش هنقعها، انا هشتغل فيها على طول. خلاص، المفروض الشاورما حبايب قلبي بتتنقع اقل حاجه ساعتين او ساعه زي ما انت عاوزه. هفرم المكونات دي كلها مع علبه الزبادي، الخليط ده اخلطه على بعضه واوريه لكم كده يا حبايب قلبي. هجيب معانا طبق كده وانزل بالفراخ بتاعتنا في الطبق اهو، خلاص، وانزل بقى بالخليط اللي انا عملته. هسيبها بس على ما اجهز يعني هقطع بصل طماطم الحاجات ديت اللي هي الخلطه، المكونات اللي انا هضيفها لها، فهركنها بس 10 دقايق على ما اجهز بقيه المكونات بتاعتها. كده يا حبايب قلبي بعد ما فات 10 دقايق، انا هنا قطعت حوالي 3 قرون فلفل، حوالي 3 4 واحده حبات طماطم، هنا معانا بصلتين كبار بتقطعوهم كده شرايح اهو، البصل بتقطعيه شرايح برضو، الطماطم كلهم نفس التقطيع، بتحاولي كده تخلي التقطيعه رفيعه يعني الى حد ما اهي، علشان دول هنقلبهم على الشاورما. هركن بقى الخلط اللي يعني المكونات دي انا مش هستعملها دلوقتي طبعا، انا زي ما انتم شايفين انت ممكن تقللي المكونات زي ما انت عاوزه، بس طبعا عشان انا ما عنديش فراخ فانا لازم اكتر الخلطه علشان ام حسام تاكل وتتبسط. خلاص، فاختي طبعا يا جماعه كبيره وانا مش عايزه استخسر فيها حاجه، فهنا زي ما انا قلت بصلتين، ممكن تخلوهم بصله واحده، هنا 3 4 طماطميات، الكميه دي تقللي او تكتري على حسب رغبتك انت. الطماطم والفلفل هي الخلطه الثانيه. انا هروح بقى على البوتاجاز، هحط طاسه فيها حوالي 3 4 معالق زيت وهسخنهم. يلا هنروح على البوتاجاز مع بعض كده يا حبايب قلبي. حطيت طاسه سخنه على النار وحطيت الزيت يسخن معانا. هنزل ايه بقى، هنزل بالمكونات الشاورما بتاعتنا معانا اهي اهي كلها كده، طبعا نضيف لها الحبهان وضيف لها الورق اللورا وضيف لها البهارات بتاعتنا، هي هتستوي مع نفسها، وحطيت لها معلقه شاورما. طبعا الشاورما بتبقى مملحه فتخلي بالك من الملح والشاورما. خلاص، انا هسيبها بقى تستوي على النار وهشتغل احمر بطاطس، وزي ما انا قلت هكمل المكونات بتاعتنا معاها. فطبعا المكونات اهي جنبنا، علشان بعد هسيبها حوالي، هي تقعد على النار كده من حوالي من 5 دقايق ل 10 دقايق، هي دلوقتي حوالي بقالها حوالي 4 5 دقايق اهي. طبعا انا حمرت البطاطس، يعني البطاطس بتحمر على النار، ف هستنى بقى شويه كده حوالي 3 4 دقايق عليها لما تبدا تنشف كمان شويه. قبل ما تنشف بتكه كده يعني هنزل معانا بالمكونات بتاعتنا كده يا حبايب قلبي. كده معانا الفراخ بدات خلاص تنشف اهي، زي ما قلت لكم قبل ما تنشف بتكه. هي هنا بقى كده التكه اللي انا بقول عليها، خلاص الصوص بدا يتشرب اهو. قبل ما تنشف كده هنزل بالبصل الاول، اول حاجه هنزل بيها، احنا كلنا عارفين ان البصل يعني لازم يتدبل شويه شوحي شوحي اهو على النار حوالي دقيقتين بس، يعني البصل مش هيستوي معانا، هيدبل بس كده يتدبل معانا مع الفراخ. طبعا زي ما انا قلت البصل والحاجات دي ما بتستويش يا حبايبي، هي بس بتحطيها كده في قلب الفراخ او الشاورما، بتاخد حوالي من 3 دقيقتين 3 كده يعني، بس يبدا يدبل. وبعدين هي بدا يدبل معانا اهو، هنزل بالفلفل، تاني مكون معانا هنزل بيه هو الفلفل، شرايح الفلفل. خلاص، اخر حاجه الطماطم، لان الطماطم مجرد ما احطها هقفل النار على طول اهو. شوحي كده معانا، كل ما تحطي حاجه شوحي.
الله 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 على الروايح، ما شاء الله ما شاء الله، ريحه جباره والله. يعني نيتها حلوه ام حسام، الحاجات دي حاكم يا جماعه بالنيه يعني. ما شاء الله نيتك حلوه يا ام حسام. خلاص احنا كده هننزل ايه بقى؟ هننزل بالطماطم. طماطم، وهقلبها تقليبه واحده وهطفي النار على طول. طبعا يا جماعه ام حسام دلوقتي قالت لي ايه؟ قالت لي ان هي مروحه، فقلت لها يا سلام، ده انا كلفت نفسي. لا عمرك ما انت ماشيه طبعا، لازم تتغدي معانا او تتعشي او تاكلي الاكل اللي انا عملته. يعني ما كانتش عارفه تقول قبل ما انا اكلف نفسي يا جماعه ينفع؟ طبعا انا مش هسيبها طبعا، ده انا صارفه ومكلفه في ايه؟ لا. اخر خطوه معانا قبل ما اطفي عليها النار، يعني عودين شبت كده بدولها طعم. لو عندك حطي، لو ما عندكش ومش عايزه تحطي خلاص. اهو خلاص انا هنزلها بقى من على النار قبل ما الطماطم تستوي، لان الطماطم ما بتستويش، يا دوبك بس ايه بتاخد تقليبه كده مع الشاورما. هنزلها من على النار بقى والف معاكم السندوتشات. كده يا حبايب قلبي جينا لمرحله لف السندوتشات. لف السندوتشات ايه بقى؟ طبعا انا ما عنديش عيش من اللي هو العيش السوري بتاع الشاورما، فانا هعمل من العيش العادي بتاعنا. انا حاطه الطاسه على النار هنا، نجيب الرغيف كده. خلاص هدهن الاول معلقه توميه. انا طبعا زي ما قلت لكم عامله التوميه اهو، توميه. عايز تحطي كاتشب حطي، عايزه تحطي مايونيز حطي، اللي انت عاوزاه. طبعا انا هعمل التوميه الاول، وبعدين هحط معانا من الشاورما، هرص الشاورما وبطاطس. طبعا السندوتشين بتوع ام حسام يعني ايه لازم اتوصى بيها الاول. اهو حمرت معانا البطاطس اهي كده. هنرص البطاطس، احط لها قلب الخاصه معانا اهو اهو، واحط حبه مخلل كده. طبعا الحاجات دي حسب الرغبه. نيجي بقى للتقفيله بتاعه السندوتش. طبعا انا هعملها على النار، يعني مش هديلها سندوتشات كده، لا هسخنها على النار في الطاسه اهي. بتني كده اهو اهو. دي اللفه بتاعتها. هعمل كمان واحد واوريلكم. وطبعا يا جماعه في طاسه سخنه على النار حطيت معلقتين زيت، وهنزل بالشاورما بتاعتنا علشان اسخنها كده يعني واطبعها. لو انت عندك جريل حطي، بس انا لو ما عندكيش حطي طاسه، اي طاسه، اي حاجه بتقضي الغرض يعني، علشان السندوتشات من بره تبقى مقرمشه. هنزل معانا كده. انا عملت الكميه اهو، عملت كام واحد. الطاسه بتاعتنا اهي. هنزل على الناحيه اللي هي المقفوله كده علشان تمسك معانا. كده بدأت تاخد اللون معانا اهو اهو. هقلب بنفس النظام الطريقه كده اهو حبايب قلبي. انا ليه بحط الحته الناحيه المفتوحه القفله بتاع السندوتش لتحت؟ علشان الناحيه تقفل. طبعا يا جماعه عشان الاكله تجهز يعني تكمل، هنا هحط لها في ورق كراسه. طبعا انا قطعه كريس نضيفه، مش هستخسر طبعا في اخت حبيبتي اهي. السندوتش معانا احمر من جميع الاتجاهات اهو اهو. هعمل ايه حبايب قلبي اهو.
الكاوتش محمر معانا اهو. كده هنكمل بقى بقيه الكميه بنفس الطريقه وهوريها لكم. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، واتمنى ان اي واحده فيكم حد يدخل عندها اختها تروح لها كده زي ما اختي جات لي. وطبعا الامكانيات عندها مش سامحه، يعني ما تقولش لا مش هعمل، لا تقوم وتتجرأ وتفتح فريزرها وثلاجتها وتعمل اي حاجه، والجوده بالموجود يا حبايبي. ويا رب يا رب فيديو النهارده يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.